بولندا، الدولة اللي اختفت من على الخريطة 8 مرات قبل كده، الدولة اللي أنا مقيم فيها، الدولة اللي العلمانيين والملحدين بيقروا ويخرقوا عينيهم في حياتي عشان عايش فيها، اللي كل ما اتكلم في موضوع يقولوا لي بكل بلاهة طب ما تسيب بولندا العلمانية وروح عيش في أفغانستان، زي ما تكون أفغانستان دي الزريبة اللي وارثها عن جدي السوهاجي، مش دولة ذات سيادة وحدود ومحتاجة تأشيرة وإقامة زي أي دولة في العالم. بولندا اللي كل ما يتذكر اسمها ما يجيش في دماغك غير حاجتين، روبرت ليفاندوكسا ومحمود عشري. لو جيت وسألتك سؤال ثقافي، ايه اكتر دولة تم التنمر عليها في التاريخ؟ ممكن تقول كوريا، دولة محشورة ما بين الصين واليابان وجنبهم متحرش على القمة اسمه منغوليا، اتغزت مرات كتير وكانوا على وشك يعملوا لها سبسكريبشن بريميوم لاحتلالها لحد ما اتقسمت نصين، بس مع ذلك كوريا عمرها ما اتمسحت من على الخريطة. او ممكن تختار الكونجو، المواطن الاوروبي الابيض اللي بيعلمنا يعني ايه اخلاق وحضارة زي ما الجرابيع بيقولوا، قفشوا الكونجو واستعمروها واستعبدوها وقسموها على مزاج المواطن الاوروبي المتحضر ده، واتعاملوا مع البلد على انها مكنة ATM بتضرب محاصيل وذهب والماظ. معاناة الكونجو كلها كانت من كيان واحد وهو بلجيكا. عارف انت الحوار ده؟ المقطف اللي اسمه ليوبولد اللي قتل فوق ال 15 مليون مواطن من الكونجو. اكيد ما تعرفوش، ما هو لو رسام بشنب صغير ومستقصد الناس اياهم اكيد كنت سمعت عنه. المهم اني بحاول اقول زي ما انت توقعت من عنوان الفيديو، يعني صباح الفقاقة، ان مفيش دولة على الكوكب تم التنمر عليها اكتر من بولندا، بين قوسين ملطشة اوروبا. تعال نشوف ليه دايما كل ما حاكم نطع يكون فاضي ملوش شغلة ولا مشغلة يروح يحتل بولندا ويتسلى عليهم. ومعاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدأ. قبل ما نتكلم ازاي بولندا اختفت 8 مرات، تعال نشوف الاول بولندا ظهرت ازاي اساسا. خد في الاشباك وارجع سنة 966 ميلاديا. قبل 966 بولندا كانت منطقة قبلية بتحكمها سلالة اسمها البياس، كان عندهم جيش واقتصاد وإدارة، والأهم من كل ده ما بيعملوش سندوتشات كشري بالعيش البلدي. وبالرغم من كل ده جيرانهم الدول العظمى في وقتها ما كانوش معترفين بيهم كدولة شرعية. شيء واحد فقط اللي قدر يحول بولندا من دولة تليانة محدش مستعنيها لدولة شرعية، الديانة المسيحية. في نظر أشباح وسرسجية أوروبا زي الممالك الجرمانية والإيطالية والبوهيمية، انت عمرك ما هتكون دولة حقيقية غير لما تبقى مسيحي. وبناء عليه في سنة 966 الحاكم مسكو اتعمد وبقى رسميا دوق بولندا. الراجل ده كان مجدع ورجولة ومتواضع، ما طلعش قالك انا ملك بولندا يا شوية حوش، لا فضل مسمي نفسه دوق طول حياته. انت صدقت ولا ايه يا كوتش؟ لا خالص. لو كان نصب نفسه ملك من اولها كده الامبراطورية الرومانية كانت هتقسمه نصين. بالنسبة لابنه بقى بوليسواف الاول الشجاع، ده اسمه حرفيا يعني هو اسمه بوليسواف الاول الشجاع، زي ناصر البرنس بتاع الكبده كده. اصبح ملك رسميا سنه 1025 رسميا. مملكه بولندا اتولدت من هنا، والمملكه عاشت 6 سنين بالظبط. ايوه هم يعني 6 سنين اول عن اخر، واللي ابوه الدوق مسكو كان متوقعه حصل بالفعل. خليني اشرح لك ازاي. بوليسواف الشجاع اتوج ملك، وتقدر تقول عليه اول ملك بولندي. المشكل انه اتوج نفسه ملك من هنا، عم فلسع بعدها بشهرين ومات من هنا. ام ابنه بقى ميسكو الثاني عمل فرح وعزم مخاليق ربنا وارقص يا عم صابر عشان بقى ملك بالوراثه من غير ما هو يتوج نفسه ملك ويخش في عركه مع امبراطوريه. بس في مشكل تاني عمل خرم معتبر في تاريخ بولندا، الاخوات. لو في حاجة البولنديين بيكرهوها أكتر من روسيا والشرقوة فهم الإخوات. بوليسواف الشجاع ده كان عنده 3 أولاد، وكان شخص ذكي وعارف إنه لو مات المملكة هتتقسم بين عياله وحرب أهلية هتحصل والدولة هتتفكك وبولندا هتروح في الطحينة. فحل المعضلة دي إزاي؟ بكل حنكة ودهاء مع مزيج من حنان الأب السند والظهر الحقيقي لعياله. طرد أكبر 2 من عياله بره العيلة واتبرى منهم، وساب الصغير عشان أذكى واحد وعنده إمكانيات أعلى كملك وريث من بعده، واللي هو يعني بيقلل خطر سقوط المملكة البولندية بالحركة الصايعة دي. واللي ما خدش باله منه يعني إن سبحان الله عياله عندهم مشاعر وكده وهيطربقوها على دماغه ودماغ أخوهم. أول أخ اسمه أوتو بعد ما اتطرد هرب على إيطاليا، الأخ التاني اسمه بيسبرم وده هرب للإمبراطورية الرومانية. وفي الوقت اللي مسكه التاني قاعد على العرش ومفخد وبيتفرج على محمود عشري، إخواته المنفيين كانوا بيخططوا وبيتدربوا ومشغلين أغنية من دلوقتي أنا هكسب وقت ولازم أبدأ أفوق، أيوة كفاية أبص ورايا ولازم أبص لفوق. بيسبرم راح للإمبراطور الروماني كونراد وقال له تعرف يا معلمة مين ما بيدفعلكش إتاوة وجباية؟ أخويا اللي بيحكم بولندا.
قال لك هو اسمه بيسبرم يعني المفروض يسموك بسبسورم. اما اوتو اللي في ايطاليا غالبا كان بياكل لازانيا مع البابا وبيسنتفوا وبيكيسوا، والنتيجه بولندا اتغزت من الغرب واتغزت من الشرق، وجوه البلد نفسها بدات حرب اهليه بين الوثنيين والمسيحيين. الولا مسكوا التاني اتحط عليه من كل اتجاه وملحقش يختم فيديوهات محمود عشري، وبحلول سنه 1031 مسكوا التاني اتشال من العرش والدوله بقت بزراميط ومن غير حاكم. تتوقع بعد الاحداث دي مين اللي رجع عشان يحكم؟ ايوه هو بسبسورم. بيسبرم رجع بولندا بدعم الماني وحكم شويه حلوين، يسكت على كده ويكتفي بالحكم وينسى المقلب اللي ابوه عمله فيه زمان؟ لا ازاي، بقول لك اسمه بسبسورم. مسك اخوه مسكوا التاني، واللي هقوله ده مش افيه، ده حدث بجد. قطع له خصيته وتلف امله. طب ايه السبب؟ لا مفيش، هي رزاله وتناحه وكلاحه، يعني الغرض ما كانش انه يمنعه من الخلفه، هو كده عنده قرطه عيال اصلا. فبيسبرم رجع لغى لقب الملك وحكم بلقب دوق عشان يرضي اسياده الالمان، وبعد كل القلق ده اتقتل بعد سنه واحده، يعني عادي مفيش مشتبه بالتحديد، بس بما انها عيله زباله من اكبر راس لاصغر راس فغالبا يعني واحد من اخواته، وبالتحديد ده اوتو، عشان تلقائيا اوتو جري على العرش وحاول يحكم. ما كملش سنه هو راخر واتقتل وحصل اخوه. ايه المحصله دلوقتي؟ 2 اخوات اتقتلوا والتالت مخصي، ومفيش ملك مستقر بيحكم والمملكه بتنزف من كل اتجاه. وفي الاخر مسكوا المخصي رجع وقال لهم الكلام على فين يا رجاله، انا راجع احكم تاني، بس البلد متدمره والاراضي متقسمه، ورجع تاني دوق بدل ملك اجبارا من الرومان. وهنا مملكه بولندا اختفت لاول مره من على الخريطه. المملكه بترجع تاني بعد فتره صغيره على ايد كازيمير الاول. رجعت قد ايه؟ 80 سنه فقط لا غير. دلوقتي انا عايزك يا كوتش تقابل بوليسواف الثالث، حاكم قوي عبقري حروب مغوار فحل قدوه، صاحب واحده من اذكى قرارات الحكام في التاريخ. وهو على فراش الموت بص لاولاده وقال انا ممكن ادي التاج لواحد فيكم ويورث الحكم، ولا اقول لكم على فكره اصيع من دي، انا هدي لكل واحد فيكم جزء من المملكه يحكمها بنفسه. وبالفكره الطرش دي بولندا دخلت في مرحله اختفائها التاني من على الخريطه. بتسالني ليه؟ عشان بدل ملك واحد بقى فيه 4، وبعدين بقوا 8، وبعدين بقوا 12، وبعدين فتحت على البحري ومحدش عارف مين في حضن مين. النظام العبقري ده كان اسمه النظام الأقدمية، اكبر ابن ياخد كراكوف العاصمه ولقب الدوق الاكبر، والباقي بقى كل واحد بياخد له دوقيه صغيره ويطرقعها، لكن كان في شرط وهو ان الصغيرين بيطيعوا الكبير. حصل الكلام ده؟ طبعا لا. اللي حصل بعد كده كان 200 سنه من دوقات بيحاربوا دوقات، اولاد بيشرشحوا لعمامهم، قرايب بيرفعوا قضايا على قرايبهم عشان بركه ولا حته جنينه، والحكايه قلبت على محكمه الاسره، وكل واحد مسمي نفسه الحاكم الشرعي لاي بتنجان. خريطه بولندا بقت شبه صينيه بسبوسه متقسمه على 40 نفر، وفي نفس ذات الوقت الجيران اللي هم البلاد العظمى اللي حوالين بولندا قاعدين بيتفرجوا وبيكهكهوا على روحهم من الضحك زي ما تكون ساعد فطار في رمضان، وبيتفرجوا على البهلوان جايز جلال في برنامج المقالب بتاعه المضحك جدا. وبناء عليه بوهيميا تاخد سيليزيا، مستوطنين المان يدخلوا الغرب ويبنوا مدن جديده لحد النهارده موجوده. الامبراطوريه الرومانيه عماله تكوش على مدن زي بنك الحظ، واوسخ حاجه فرسان التيوتون يجي لهم دعوه علشان يساعدوا في تنصير بروسيا، بس بينسوا يمشوا بعد ما يخلصوا مهمتهم ويبلطوا في المكان. بولندا تكنيكلي موجوده، بس لو سالت مين الحاكم الاجابه هتكون ولا اي حد. سياسيا البلد رجعت للعصر القبلي، واللي هو مش بلد اساسا، يعني دي كانت زريبه، لكن اخيرا في اوائل القرن ال14 واحد قرر ينهي العبث ده، ويظهر فلاديسلاف الاول ويقرر ينط في السين ويدس كل اللي بيصبعوا في بولندا بقالهم سنين. قعد سنين بيحارب منافسين ويلم اللي فاضل من بولندا، ويحاول يوحد الدوقات اللي قسموا البلد على مزاج اللي خلفوهم، يعني حرفيا اللي خلفوهم. المشكله هنا ان الراجل ده كان بيتنفي اكتر ما بيستحمى، برضه حرفيا، بس كان دايما بيرجع زي بولندا بالظبط. وفي سنة 1320 ضد كل التوقعات الراجل ده اتوج ملك بولندا وكراكوف، أول ملك حقيقي من أكتر من 200 سنة أخيرا. وبولندا رجعت بلد من تاني بعد ما اختفت للمرة التانية، والمرة دي غير المرتين اللي فاتوا، وهنقدر نثبت رجلينا في القارة الأوروبية وسط العتاولة. يا دوب 65 سنة وبولندا رجعت تاني لنفس المعضلة الوجودية. الملك مات وما عندوش أي وريث، بين قوسين
قوسين خلفته كلها حريم. فالبلد تعمل ايه؟ تروح تعمل ديل مع اكبر دولة في اوروبا لسه ما دخلتش المسيحية اللي هي ليتوانيا. الصفقة كانت بسيطة ولطيفة خالص. الدوق الاكبر في ليتوانيا اللي اسمه يوجايلا يدخل المسيحية، ثم يتجوز ملكة بولندا اللي عندها 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. غفاتري خلاص. ثم يحصل اندماج بين بلده وبولندا في مقابل انه ياخد التاج ويحكم البلدين. يوجايلا من غير ما يفكر 3 ثواني هو وافق طبعا. جوازة، ارض جديدة، حكم جديد، وكله في الطحينة. فالفحل ده اتعمد ثم اتجوز ثم غير اسمه لفلاديسلاف الثاني، قال يعني هو بيكمل مسيرة ابو مراته وكذا. وبكده بولندا وليتوانيا بقوا دولة واحدة، الكومنولث البولندي الليتواني. وللمرة الوحيدة في التاريخ كله بولندا اختفت مرة كمان، لكن لسبب كويس. بولندا الجديدة اللي بقت هي وليتوانيا حاجتين في لباس واحد بقت متعددة اللغات، متعددة الأعراق، وبمساحة ضخمة من بحر البلطيق لحد البحر الأسود. أكبر من فرنسا، أغنى من إنجلترا، وأهم حاجة الألمان كانوا خايفين يقربوا منها. والفترة الدنيا مشيت حلاوة. طردوا فرسان التيتون الكلحين ووقفوا زحف المغول واحتلوا موسكو مرتين. بس طبعا عشان دي بولندا أكتر دولة هفق ونحس في نفس الوقت، الفرحة لم تكتمل. هنرمح 200 سنة لقدام كده على السريع عشان نقول يا اهلا ويا سهلا ومرحب بيكم في الطوفان السويدي. طبعا بولندا كانت متعبية فلوس وذهب في الفترة دي، حاجات مغرية تخليك تحتل دولة تانية بقلب جامد. بس السبب الحقيقي للاحتلال السويدي كان اتفه واعبط من الذهب والفلوس. السبب كان دراما ملكية قديمة. من كام قرن قبل الكلام ده كان في ملك اسمه سيجزموند الثالث، وبمحض صدفة تاريخية عجيبة بقى ملك بولندا، وفي نفس ذات الوقت ورث عرش السويد. في ولا هيقول يا ابن المحظوظة يا فوزي ورثت ملكية دولتين في نفس ذات النفس؟ ولا محظوظ ولا بتاع، دي كانت بلوى سودة على دماغه. اولا الراجل ده كان كاثوليكي، والسويد كانت لسه داخلة في الطائفة البروتستانتية وحامية ومولعة. ثانيا الراجل كان بيحب يقعد في بولندا اكتر من السويد، فالنبلاء السويديين حسوا العار والخزي والانبطاح فخلعوه وجابوا ملك غيره. بس سيجسموند ما قدرش يعديها وفضل يدعي انه ملك السويد ومع الشرعيه. ففي سنه 1655 السوايده قالوا لك ان في حساب لسه بولندا ما دفعتوش مقابل المهزله اللي حصلت دي. قاموا داخلين على بولندا يعني علم فاضيه اقسم بالله. اللي حصل بعد كده ما كانتش حرب، دي كانت مدعكه على دماغ البولنديين. وارسو اتحرقت، كراكوف احتلت، اديرة اتنهبت، نبلاء هربوا، والمدنيين طبعا ماتوا من الحرب، واللي ماتوا من الجوع، واللي فضل عايش اتباع عبيد في سوق عكاظ فرع اوروبا، وعدد السكان نزل للنص. والحكايه دي ادت للاختفاء الرابع لبولندا. لو بصيت على الخريطه وقتها هتلاقي كلمه بولندا انما هتخش بولندا نفسها هتلاقيها مدينه اشباح. البلد بقت فاضيه يا حلواني. الكومنولث البولندي الليتواني دخل القرن ال18 عنده صداع نصفي، النبلاء متخانقين والمدن محروقه والجيوش متفككه. طب بالنسبه للنظام الملكي قرروا نفس الخطأ اللي بيحصل من ساعه ما بقى في حاجه اسمها بولندا. اخترعوا واحد من اغبى الانظمه السياسيه، هم الملوك والدوقات في بولندا كده، كل ما يتزنقوا يطلعوا بقرار مزني، والنظام ده اتسمى الليبروم فيتو. قانون برلماني بيقول ان لو في نبيل واحد بس اعترض على قرار او اقتراح القرار كله يتلغي. سنه 1764 اتعين ملك دلدول او شخشيخه. استنى معلش لا مؤاخذه اقرا اسمه بس كده من المحمول. اسمه ستانيسواف اوجست بونياتوفسكي. راجل شيك متعلم فرنساوي تقدمي، يعني تحسه خريج كلية اداب. هو شكله من بره نظيف ومتأيف لكن ملوش اي 30 لازمة. غير كل ده كان بيحب واحدة اسمها كاترين العظيمة، ودي كانت امبراطورة روسيا. مش بيحبها بس، لا ده كان المادة الخام لكلمة سمب مع الامبراطورة. مش بقولك تحسه خريج كلية اداب. ملك بولندا كان بيسمب للست اللي هتساعد في تدميره. الراجل حاول يصلح المجتمع فبنى مدارس وحاول يكون حكومة مش عطلانة زي اللي قبله، بس كل ما يرفع صباعه لاتخاذ اي قرار كاترين كانت بترقد له في المستخبي. النبلاء في بولندا اللي كانوا ممولين من روسيا واحيانا بروسيا والنمسا من فترة للتانية يطلعوا يصيحوا بكلمات زي التقاليد والحرية ويلغوشوا على الراجل عشان ما يعرفش يشوف شغله. في الاخر البلاد اللي بتمول اعمال اللغوشة قالوا بولندا دي دولة فاشلة والملك مش شايف شغله. يعني شوف المدعرة البروباجندية. سنة 1700
1972 البلاد دي عملوا اجتماع وقالوا ايه رأيكم يا رجالة، يعني بدل ما نخش في عركة واللي يكسب ياخد بولندا، طب ما نقسمها تقسيم التورته وكل جثة ياخد اللي فيه النصيب. التقسيم الاول وهوبا 30% من بولندا اختفى في ليلة. بولندا صحيت من النوم ومش فاهمة في ايه، بس هم كانوا ناس غلابة قالوا لك امين يا رجالة، يعني بتغفلوني وانا نايم بس في بيتها عادي. بعد كده سنة 1791 حصلت مفاجأة، بولندا كتبت واحد من اكتر الدساتير تقدميا في اوروبا، دستور بيضمن حقوق مدنية وتقوية الملكية وتقليل امتيازات النبلاء. روسيا شافت الهرج والمرج ده وقالت انتوا ازاي يا شوية حوش عايزين تكونوا دولة عادية شعبها عنده حقوق وبتحاربوا التدخل الاجنبي. هوبا مرة تانية سنة 1793 يحصل التقسيم التاني واراضي اكتر راحت في الطحينة. ثم اخيرا في 1795 بعد فشل انتفاضة بولندية، روسيا والنمسا وبروسيا اتقابلوا مرة كمان وبكل بساطة قرروا يمسحوا بولندا من الوجود تماما، من غير حرب ملحمية، من غير احداث مشوقة، من غير شغل افلام. هم ببساطة شديدة لغوا كل الاوراق والخرايط والتوقيعات اللي بيدل على وجود بولندا، وبكده يحصل الاختفاء الخامس لبولندا. بولندا بقت رسميا ميتة وفضلت ميتة لمدة 12 سنة لحد ما يظهر الجنرال الفرنسي نابليون. بعد ما كابتن نابليون هزم بروسيا ادى البولنديين جايزة تراضي اسمها دقية وارسو. بص هي يعني حاجة كده زي صينية الشاي اللي ريال مدريد خدها بعد ما خسر السوبر الاسباني. يعني بولندا كانت دولة شبه دمية فرنسية، بس البولنديين قالوا لك اللي يجي منك احسن منك. بقى عندهم دستور واصلاحات وجيش بولندي، ولكن يحصل حاجة كده اسمها مؤتمر فيينا ونابليون يخسر عركة دبلوماسية كبيرة قوي يا كوتش، واوروبا ترجع ترسم حدود الدولة مرة تانية. دقية وارسو اتلغت والنمسا وبروسيا وروسيا يرجعوا يقسموا اراضي بولندا مرة تانية، ويحصل الاختفاء السادس لبولندا من على الخريطة. بس المرة دي التنمر كان قاسي شويتين 3-4. المرة دي بولندا اختفت 103 سنة. المرة دي الدول الثلاثة كانوا عايزين يمسحوا بولندا تماما. بص هو كان نفسي انط بيك لسنين قدام ونوصل لازاي بولندا رجعت تاني من الاختفاء السادس، بس اللي حصل وهي مختفية المرة دي ما ينفعش نعديه. خلينا نبدأ من السيء وننزل للأسوأ. السيء وهي امبراطورية النمسا خدت افقر واوسخ اجزاء من الدولة البولندية. فبص هو ما فرقش معاها قوي القصة دي، يعني التقسيمة رستهم على جزء معدوم اساسا ما فيهوش تعريفة، ومع ذلك قمعت الثقافة البولندية زي الباقي، وفضلوا يزنوا زي الناموسة في ودان الفلاحين البولنديين بانهم يقتلوا النبلاء البولنديين. والفلاحين سمعوا الكلام ده وتم الدعس على وجوه النبلاء. بس بعد ما الامبراطورية النمساوية بقت اتحاد نمساوي مجري سنة 1867 راحوا للبولنديين وقالوا لهم اسمع يا تغف منك له، ممنوع منعا باتا التحدث باللغة البولندية خصوصا في المدارس. بص الاتحاد النمساوي المجري كانوا ولاد صرمة قديمة، بس مقارنة باللي ألمانيا وروسيا عملوه كانت تعتبر مدينة الأحلام أو ديزني لاند. نروح لألمانيا. الألمان كانوا بيتعمدوا ينطقوا الأسامي البولندية للأشخاص والأكل والمدن وأي شيء تقريبا باللغة الألمانية، أو بمعنى أصح بيغيروا الأسامي من بولندية لألمانية. الألمان ما كانوش عايزين يقمعوا الثقافة البولندية بس، لا ده كانوا عايزين يصعقوها مش بالسيف والحروب بس، لا بالقلم والكتابة. عشان تفهمها اكتر هي حاجة شبه اللي عملته فرنسا في الجزائر، كل حاجة اتألمنت في بولندا. الكلام البولندي اتمنع، المدارس البولندية بقت ألماني، لو طالب اتكلم بولندي فهو مطرود، موظف اتكلم بولندي فهو مطرود وبيترمي في السجن. وخصوصا لو انت كاهن واتكلمت بولندي فانت يومك اسود على دماغ اللي خلفوك، وده لان الألمان كانوا عارفين ان البولنديين متدينين جدا، فحبسوا الكهنة وبقلظوهم، واي صلاة بعد كده هتبقى بالألماني. وفي جثة كده اسمها بسمارك جاب لك فكرة شيطانية، احنا هناخد اراضي من البولنديين وهندفع فلوس لمواطنين ألمان انهم يسكنوا مكانهم، نفس فكرة المستوطنات بتاعت الناس اياهم. ودلوقتي جه وقت الأسوأ، روسيا. بعد فشل انتفاضات 1830 و1863 القياصرة قالوا لك احنا مش هنعاقب البولنديين والموضوع يعدي، لا هو ده احنا هنطرشم وش اللي جابوهم
نفر قفلوا كل المدارس البولنديه، مش اللي هو يعني يا دوب غيروا اللغه، لا يعني قفلوها، منعوا اللغه البولنديه في العلن، وحتى الحضانات اتروصت. اطفال عندهم 5 سنين كانوا بيعبطوهم عشان كانوا بيقولوا ماما باللهجه البولنديه مش باللهجه الروسيه. استاذ رفض يعلم الطلاب بالروسي، خد لي يا ابني البقف ده وديه على سيبيريا يعمرها. كاهن بيقول على نفسه كاثوليكي، خد لي يا ابني البقف ده شطفه ونضفه وقيفه وما يرجعليش غير لما يقلب ارثوذكس. وزي المانيا برضو روسيا حولت اسامي الناس والاكل والمدن والانهار وكل حاجه لاسامي روسيه، بس مش بالقلم زي الالمان، لا بالسيف. ومع كل الدرمغه اللي بتحصل من 3 اتجاهات مع 3 بلدان ولاد صرمه، البولنديين استحملوا وما استسلموش. بعد 123 سنه محو ثقافي وعرقي واضطهاد، الاحفاد لسه بيتكلموا بولندي وعارفين تاريخهم. بعد الحرب العالميه الاولى القوى المنتصره قررت قرار غريب جدا، قرروا يعملوا دوله عازله بين القوى العظمى، يعني بالبلدي كده بولندا موجوده بين المانيا وروسيا، فهنعتبر بولندا غطاء عازل بين الاتنين عشان ما يحصلش حرب عالميه تانية. فكره عبقريه ونجحت نجاح باهر، يعني ترى العقليه الالمانيه الفذه. المهم بولندا رجعت تاني للخريطه للسبب ده، انها يعني دوله عازله وعاشت لمده 20 سنه. وصلنا لسنه 1939، بولندا بتحاول تواكب العصر وتبني اللي تفرتك وتتقدم مع باقي العالم. بس انت هتتقدم ازاي وانت على يمينك دوله معتوهه اسمها الاتحاد السوفيتي، وعلى شمالك دوله مختله اسمها المانيا النازيه، والاتنين المهابيل دول بيتخانقوا عليك. هتلر قال لك الحته دي تخصني، بولندا قالت لا ما تخصكش. الانجليز والفرنسيين قالوا احنا اخواتك وفي ظهرك يا بولندي، لا كانوا اخواته ولا في ظهره ولا نيله. وبعد شهر سبتمبر الدموي بولندا اختفت للمره ال7، بس المره دي لا بالقلم ولا بالسيف، لا كان بالغاز النازي. اما السوفيت ركبوا القطارات وخلعوا على بلدهم عشان يتفادوا القصه دي، وقالوا لبولندا سلام يا ولاد العبيطه. وصلنا سنه 1945، النازيين اتفشكلوا وبولندا اتحررت والحياه في الطحينه. بس في مفاجاه غير متوقعه، العو حضر والكلام على ستالين. تحرير سوفيتي لبولندا معناه ديكتاتوريه جديده، حكومه شخشيخه جديده، مع اضافه بعض جنود السوفيت ورقابه وجواسيس. فبولندا ما بقتش بولندا وبقت اتحاد سوفيتي، وده الاختفاء الثامن والاخير يعني حتى الان، عشان في واحد اسمه بوتين غالبا ناويلهم على مصيبه. بولندا فضلت دوله تابعه لحد سقوط الاتحاد السوفيتي سنه 1991. لكن تخيل الحياه كانت عامله ازاي تحت حكم الاتحاد السوفيتي. انا بنفسي اتكلمت مع اجداد بولنديين عاشوها من اولها لاخرها، وفهمت وقدرت سبب كره البولنديين للروس. ودلوقتي وصلنا سنه 2026 وبولندا حره مستقله لمده 35 سنه. بولندا عاشت اكتر من المغول اللي حرقوها، فرسان التيوتون اللي نصروها بالاكراه، الامبراطوريه السويديه اللي غرقوها، بروسيا اللي قسموها، النمسا اللي تجاهلوها، الامبراطوريه الروسيه اللي مسحوها، الاتحاد السوفيتي اللي فشخوها، والرايخ الثالث اللي حاولوا يبيدوها. كلهم وقعوا وبولندا لسه موجوده. بولندا بتفكرني بشكل بسيط بمعاناه الجزائر في الماضي وفلسطين في الحاضر. دونا عن كل دول اوروبا، انا بحب بولندا بشكل خاص بسبب اولا انها دوله سلميه غير استعماريه كل ذنبها ان حواليها دول مختله عقليا. ثانيا بعيد عن الحكومه كالعاده، شعبها على الاقل اللي شفته على السوشيال ميديا والناس اللي بقابلهم في الحياه الواقعيه بيساندوا بشغف لا يقل عن شغفنا كعرب للقضيه الفلسطينيه، لانهم فاهمين يعني ايه كيان يحاول يحتلك ويمحيك من على الخريطه ويمحي ثقافتك ولغتك وعملتك وعلمك ودينك ويبني مستوطنات ويسرق اراضيك. وده بالرغم من ان الخنزير النتنياهو اصوله بولنديه، الا ان البولنديين متبريين منه. من حوالي فترة كنت ماشي في الشارع، لقيت واحد ومعاه واحد صاحبه، وواحد فيهم قال لي أستاذ مؤمن أنا ملحد، بس بيقولها وهو متوتر جدا فوق ما تتصور. قلت له أنت ليه متوتر كده؟